بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنقوله بعض حاجات عاشتها العذراء وهي معانا على الأرض، وممكن بعض من حضراتكم يكون بيسمعها لأول مرة، حد يعرف ان العذراء كان حد هيعتدي عليها، والعذراء اتضايقت جدا واحتمت في ابنها الطفل يسوع المسيح. وشوفوا قالت ايه للراجل الزنجي ده، وايه اللي حصل معاه في الحال، عقاب من ربنا عشان حاول بس يمد ايده على العذراء. مواقف جميلة حلوة، وبتبين قد ايه شفاعة العذراء قوية وكلمتها مسموعة امام ربنا. كل ده هنعرفه بالتفصيل في فيديو النهاردة، لكن في البداية حابة اقول لحضراتكم لو حابين تسمعوا معجزات واخبار للكنيسة فما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل، علشان دايما يوصل لكم اشعار بكل المعجزات والتعزيات اللي بتقدمها القناة. ولو فيديو النهاردة استفدتوا منه روحيا فما تنسوش تخلوا غيركم يستفاد بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد وياخد بركة العذراء ويانا. أما دلوقتي تعالوا مع بعض نعرف الحكاية من أولها. طبعا في رحلة الهروب بتاعة العائلة المقدسة إلى أرض مصر قابلتهم حاجات كتير جدا، معجزات كتيرة، وإيد ربنا كانت موجودة مع العائلة المقدسة المكونة من الطفل يسوع المسيح لكل المجد، والست العذراء مريم، والشيخ العجوز القديس يوسف النجار خادم السر التجسد، والقديسة سالومي اللي هي بنت خالة الست العذراء مريم أو القابلة زي ما بيسموها يعني. في البداية خالص سالومي كانت مع العائلة المقدسة، وكانت هي اللي مولدة الست العذراء مريم. هي كانت بتشتغل قابلة، يعني هي اللي بتولد الناس. زمان طبعا ما كانش في مستشفيات ولا الكلام ده، فكانت الداية هي اللي بتولد. فسالومة بقت مستغربة ازاي العذراء مريم بنت خالتها ديت عذراء وهي هتلد، ده مستحيل يحصل. فحبت ان هي تمد ايديها عشان تشوف بنفسها اذا كانت العذراء بكر فعلا ولا لا. ففي الحال ايديها اتشلت، فصرخت وقالت سامحني يا رب. فالعذراء اتشفعت من اجلها وقالت له خلاص يعني سامحها وكده. فبعد صلاة العذراء وقلب حنين ربنا سمح ان ايد سلومة ترجع تتحرك تاني. حتى في التمجيد بنقول وسلومة شهدت ان العذراء وضعت بغير زرع بشر. جت الجملة ديت من ان هي شافت بعينيها، ويعني الحاجة كانت ملموسة قدام عينيها يعني. من ضمن المواقف اللي حصلت مع العائلة المقدسة وهم جايين لأرض مصر هربانين، موقف جميل جدا. تسمعوا المثل بيقولك انت عايزني اضرب الارض تطلع بطيخ؟ ايه اصل المثل ده؟ اصل المثل هو كان العائلة المقدسة والطفل يسوع والعذراء وقديس يوسف النجار. ازاي؟ وهم هربانين من هرودس وجنوده، كانوا معديين على حقل واحد كان لسه بيزرع بطيخ. والراجل يعني شافهم ست صغيرة وشايلة طفل صغير وراجل عجوز وماشيين شكلهم منهكين وتعبانين من سفر طويل، فقال لهم تعالوا اتفضلوا ارتاحوا عندي شوية. فدخلوا قدم لهم اكل وكرمهم. فقالوا له بص احنا يعني عايزين نقولك على حاجة واعمل اللي احنا هنقولك عليه. قال لهم اللي انتوا عايزينه انا هعمله. قالوا له هيجيلك جنود بكرة الصبح وهتسألك هل عدى عليك واحدة ومعاها طفل وراجل عجوز، قول لهم عدوا عليا لما جيت ازرع البطيخ ده. فقال لهم طب ما هيعرفوا مكانكم، انا لسه بزرع البطيخ. قالت له العذراء ما هو انت الصبح لما تقوم هتلاقي ان البطيخ طرح وملى الارض بتاعتك خير. فالراجل استعجب، يعني ايه ازرعه النهارده يطلع الصبح طارح؟ ده على الاقل البطيخ عشان يطلع فيها 3 شهور. لكن الراجل طاع وقال لها حاضر. تاني يوم الصبح بدري خرجت العائلة المقدسة وكملت الرحلة بتاعتهم. وبعد شوية
بص الراجل دوت لقى الجنود جاية بتسأله عن العائلة المقدسة، فقال لهم ايوه شفتهم. قالوا له امتى ومشوا منين؟ قال لهم شفتهم وانا بزرع البطيخ ده، كانوا معدين عليا ومشوا من الاتجاه ده. فالجنود بصت لبعض وبصت للأرض، لقت الأرض كلها طرحة بطيخ. وتحقق كلام العذراء انه تاني يوم فعلا الأرض اتملت بطيخ. فالجنود لما بصوا كده قالوا ده على الأقل فيها 3 شهور، يعني زمانهم مش هنقدر نلحق لو مشينا في نفس الاتجاه اللي الراجل بيقول عليه. فخاب رجاء الجنود ورجعوا تاني من غير ما يمشوا ورا العائلة المقدسة. اما الراجل ده فكان ربنا مبارك له في الزرع بتاعه في الارض ديت طول ما هو كان عايش. من ضمن الحاجات برضو اللي يعني العائلة المقدسة عاشت فيها في وقت هروبها لأرض مصر، في منطقة في القاهرة لا يختمر لها خمير مهما حطوا فيه خميرة. المنطقة دي اسمها منطقة شق التعبان، ولا توجد فيها فرن لأنه ما بيختمرش فيها عجينة، ولا حد يقدر من أهل البلد إن هم يعجنوا فيها لأن العجين مش هيختمر. إيه السبب؟ لحد تاريخ الآن موجودة الحاجة ديت. إيه السبب بقى؟ إنه العذراء في وقت هروبها جت في المنطقة دي اللي هي منطقة شق التعبان، وكانت يعني جعانين وعايزين يعملوا أي حاجة ياكلوها يخبزوها وتتاكل. فكانت بتخبط على البيوت وتطلب منهم حتة خميرة وشوية دقيق. فالناس كانوا قساه القلب جدا، وكانوا يرزعوا الباب في وشها ويقولوا لها امشي هي ناقصة، امشي يا ست انتي روحي اشحتي بعيد. وكانوا بيتعاملوا مع العذراء بطريقة صعبة جدا، ومحدش رضي ابدا يديها لا دقيق ولا خميرة. فالعذراء اتضايقت جدا ورجع زعلانة. فكان السيد المسيح في الوقت ده يعني بدأ يعني ثانوي يعني، ولو ان الاطفال ثانوي برضو ما تتكلمش، لكن احنا بنتكلم على رب المجد يسوع المسيح يعني. بصلها وقال لها يا امي لن يختمر لهم خمير ليوم الدين بسبب ان هم رفضوا ان هم يدوكي. وفعلا تم قول السيد المسيح لتاريخ الآن. كل اللي يعرف منطقة في القاهرة اسمها شق التعبان أصبحت منطقة صناعية بيبيعوا فيها رخام وحاجات زي كده، لكن ما تلاقيش فيها لا فرن ولا حد بيعجن ويخبز يعني. من ضمن الحاجات برضو اللي حصلت مع العائلة المقدسة انه في منطقة في القاهرة اسمها منطقة العياط. حد يعرف اصل المنطقة؟ اصل المنطقة يرجع وتسمية المكان ترجع للعائلة المقدسة. طب ايه علاقتها بالعياط؟ الحكاية انه العائلة المقدسة كانت ماشية في المكان ده، وكان في وقتها المكان ده لسه مقطوع ومحدش بيمشي فيه كتير، وكان ساكنه راجل زنجي اسود البشرة. والراجل ده كان شغال قاطع طريق، اي حد يعدي من المكان ده يسلب الفلوس اللي معاه او الاكل او اي حاجة تبقى مع الناس ياخدها منهم. فبما ان العائلة المقدسة ما كانتش تعرف الحكاية دي، فكان معدي القديس يوسف النجار والعذراء راكبة على الحمار ومعاها السيد المسيح. فوهم معديين الراجل الزنجي ده شاف انه في راجل عجوز ومعاه واحدة جميلة جدا ومعاها طفل صغير. فشاف العذراء لقاها حلوة قوي، ففكر ان هو يعني يعتدي على العذراء. فقرب منهم وقال لهم هاتوا كل اللي معاكم. فقالوا له معناش اي حاجة. القديس يوسف النجار قال له معناش اي حاجة صدقني، لا اكل ولا شرب ولا فلوس ولا ذهب ولا اي حاجة. فضايق جدا وزاق القديس يوسف النجار وقع على الارض، وبص للعذراء لقاها جميلة فاشتهاها، ومسك الفستان بتاع العذراء او جلبية العذراء وشقها بالنص. فالعذراء اتضايقت جدا وضمت الهدوم بتاعتها وحضنت ابنها جامد عشان تستر نفسها بالسيد المسيح، وقالت له ايه اللي عملته ده؟ روح ربنا يوقف نمو عقلك ونمو ايدك اللي مدتها عليا. ففي الحال ايد الراجل ده
قعدت تصغر 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 زي ما يكون بالونة وفست، لدرجة ان اصبحت يد طفل صغير ما توصلش لحد بقه. ونمو هذا الرجل، نمو عقله بقى اصبح كأنه عقل طفل صغير، بيبكي ليل نهار، لدرجة سامحوني اللي كانوا يجوا يعني يتعطفوا عليه بسبب بكاه، يحطوا له الاكل سامحوني ياكل زي البوبي كده، ايده ما كانتش بتوصل لبقه. وفضلت الناس لما يحبوا مثلا يوصفوا لحد حاجة فيقولوا له عند الشارع اللي فيه الراجل العياط اللي بيعيط، يعني الشارع اللي فيه الراجل اللي بيعيط، يوصفوا يقولوا كده. فتدرجت الأقوال وأصبح هذا الشارع باسم شارع العياط، ويرجع أصله للعائلة المقدسة وقصة الهروب بتاعة الست العذراء مريم وقديس يوسف النجار والطفل يسوع إلى أرض مصر. الحكايات كتير جدا ومؤرخة وموجودة، وكمان في سلسلة كبيرة أبونا يؤنس كمال بيحكيها عن العائلة المقدسة. وقبل كده تم ذكر فيديوهات كثيرة جدا عن حياة الست العذراء مريم من أول ميلادها إلى يوم نياحتها وصعود جسدها للسماء. هتلاقوها موجودة في فايل لوحده موجود باسم قصة حياة الست العذراء مريم من الميلاد للصعود جسدها. وفي فايل تاني برضو على القناة معجزات للست العذراء مريم، وفايلات كتير بقى معجزات قديسين كتير. فاللي حابب يرجع يسمع أول ميلاد العذراء لحد نياحتها هتلاقوا الفايلات دي موجودة على القناة. شفاعة أمنا العذراء تكون معانا كلنا وتبارك حياتنا، واذكروني دايما في صلواتكم، وأشوفكم بإذن يسوع في فيديو جديد ومعجزة جديدة.